سحب العلف وفتح الشهيه والكلام ده كله، احنا ما بنتقلش على الناس، شويه علاج ب 10 جنيه. شايفين الفرخه يا جماعه عامل ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ في الفيديو ده يا جماعه ان شاء الله هنشوف ايه العلاجات اللي احنا هنحطها خلال اليوم السابع والثامن والتاسع بالليل. احنا في الفيديو اللي فات قلنا ان احنا في علاج بنحطه بالنهار وعلاج بنحطه بالليل. علاج النهار كان مجموعة الأملاح المعدنية اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا إن فوائدها كتير جدا جدا في الفراخ البيضة التسمين والفراخ الساسو، وبرضه فوائدها كتير جدا في الفراخ البلدي، لأن هي بتزود الأملاح الناقصة في جسم الطير. في نفس الوقت بتخلي الفراخ البلدي والساسو ما تاكلش في بعض، وتخلي الفراخ البيضة التسمين والفراخ الساسو التسمين تشيل معاك لحم زي ما انت عاوز، ما تبركش ولا تزحف ولا الكلام ده. تمام. بالليل بقى بنعمل ايه؟ برضه في اليوم السابع والثامن والتاسع في الدورة بتاعتنا هنحط بالليل بإذن الله مجموعة فيتامينات. الفيتامينات اللي احنا بنحطها بالليل مفيدة جدا للفراخ، زيها زي الأملاح المعدنية اللي احنا بنحطها بالنهار خلال المدة دي. الفيتامينات برضو عشان أعوض أي نقص موجود في جسم الطير من الفيتامينات، لأن كده كده العلف زي ما انتوا عارفين العلف عمره ما هيدي للطير الفيتامينات اللي هو محتاجها عشان الطير يفضل ماشي معايا تمام، عشان يبقى فيه قابلية لزيادة الوزن زي ما أنا عاوز. لازم أدي مجموعة فيتامينات كل فترة للفراخ بتاعتي، وخاصة في أول 10 أيام اللي هي زي ما احنا قلنا قبل كده. ال10 أيام الأولانيين دول دي فترة التحضير، دي الفترة اللي أنت بتأسس فيها الفرخ بتاعك عشان يطلع معاك تمام بعد كده إن شاء الله. لو أنت ظبطت الفرخ بتاعك وهو لسه كتكوت أول 10 أيام، بالتأكيد الكتكوت ده هيجي بعد كده هيبقى فرخة هترمي معاك 3 كيلو 4 كيلو زي ما انت عاوز. واحنا وريناكم قبل كده الفراخ اللي هي كانت بتبقى متأخرة معانا في الأوزان، على عمر 35 يوم بترمي معانا أوزان عاملة ازاي، وعلى 40 يوم بتبقى أوزان عاملة ازاي. الفراخ بتوصل معانا لحد ال 3 كيلو وال 4 كيلو عمر 40 يوم عادي جدا، من غير أي هرمونات، من غير أي حاجة وحشة. كل ده بسبب بس إن أنت ماشي بنظام كويس، بتهتم بالدفع أول 10 أيام، بتهتم بالفرخ بتاعك، في نفس الوقت بتهتم بنظام العلاجات اللي احنا بنقول عليها. كل 10 أيام في نظام بنمشي عليه. السابع والثامن والتاسع إن شاء الله الأيام دي آخر جرعة علاج بنحطها خلال ال10 أيام الأولانيين. يعني إحنا هنحط الوقت إن شاء الله أملاح معدنية بالنهار، وده اللي بيناه في الفيديو اللي فات. في الفيديو ده هنحط مجموعة فيتامينات بالليل، ويبقى كده خلصنا جرعة العلاجات كاملة بتاعة ال10 أيام الأولانيين. يبقى احنا كده استقبلنا الفراخ بتاعتنا صح، حضرناها تحضين تمام. إن شاء الله على عمر 10 أيام هتيجي توزن هتلاقي الفرخ رامي معاك متوسط ربع كيلو، ومعدي الربع كيلو كمان. إن شاء الله الفيديو الجاي بداية من جرعة الكوكسيدي على عمر 10 11 يوم هوريكم أوزان الفراخ عاملة إزاي، وهتلاقوا إن الأوزان معانا ممتازة جدا بسبب الاهتمام اللي احنا عاملينه أول 10 أيام. تمام كده. احنا دلوقتي هننزل بمجموعة الفيتامينات اللي اتكلمنا عليها. زي ما قلنا قبل كده كتير، حاولوا دايما تجيبوا علاجات كويسة، ما تجيبش علاجات أي كلام، ما تجيبش الأزاز اللي هي التعبانة. وطبعا على حسب الكميات، اللي عنده كميات كبيرة المزارع اللي بيربي 10,000 5000 ألف فرخ محتاج إن هو يجيب حاجات دايما مستوردة. يحاول بقدر الإمكان ما يجيبش علاجات مصر، هي غالية لكن هتجيب معاه على طول إن شاء الله. طبعا بالنسبة للكميات الصغيرة 30 40 50 كل واحد بيجيب على قد الكمية. كل ما كانت الكمية اللي عندك صغيرة إن شاء الله أي علاج حتى العلاجات المصري اللي هي متوسطة هتجيب معاك على طول بإذن الله، لأن الكمية عندك قليلة. كل ما كانت الكمية كبيرة كل ما كانت الأمراض عندك بتبقى شرسة أكتر، ومحتاج إن أنت تحط علاجات أشد إن شاء الله. ادي معانا الفيتامينات اللي احنا اتكلمنا عليها يا جماعه، مجموعه فيتامينات زي ما انتم شايفين دي اسمها الف د 3 اهي. الف د 3 اهي. تمام. طبعا الالف د 3 اهي دي مجموعه فيتامينات بتدي اي فيتامين ناقص في جسم الفرخ اللي احنا محتاجينه عشان يزود معانا الفرخ ويزود معانا سحب العلف وفتح الشهيه والكلام ده كله، احنا هنتكلم بالتفصيل عليهم دلوقتي. فهو بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. ده ايطالي مستورد اهو. تمام. طبعا احنا قلنا لو الكميات بسيطه ممكن تجيب مصر عادي جدا يشتغل معانا مفيش اي مشكله. احنا ما بنتقلش على الناس، شويه علاج ب 10 جنيه لو عندك 30 40 فرخ. المهم ان انت تهتم وتحط العلاج عشان ان شاء الله تجيب معاكم نتيجه باذن الله.
هنحط بقى يا جماعة الفيتامينات بتاعتنا دي، الفيتامينات اللي هي المستوردة يا جماعة هنحط نص سنتي بس على لتر مية، ولو مصري هنحط 1 سنتي على لتر مية. تمام اهو. الغطا معايا ده بتاع الازازة ده 4 سنتي، انا حطيت نص الغطا على السقاية اللي هي ال4 لتر، يعني نص سنتي على لتر مية بس، لان دي فيتامينات مستوردة ان شاء الله هتجيب معايا وهتبقى عاملة معايا نتيجة كويسة جدا ان شاء الله. بنقلب بقى الفيتامينات بتاعتنا كويس جدا في المية يا جماعة، وبعد كده بننزل المية بالعلاج قدام الفراخ. لاحظوا معايا كده يا جماعة، أول ما نزلت المية الفراخ بدأت إن هي تقوم تتحرك على المية عشان تشرب. زي ما قلنا إن إحنا في أي علاج هنحطه، دايما بأكد في كل فيديو على الموضوع ده، هنحط أي علاج، هنحط أي مجموعة فيتامينات، علاج سواء كان علاج وقائي أو زيادات من عندي، أو لو بحط حتى الخلطات اللي هي بتتحط في المية، لازم إن أنا أكون معطش قبلها بشوية، بحيث إن أنا لما أنزل المية بالعلاج بتاعتي تلاقي الفراخ قامت اتحركت عليها. الحاجة التانية برضو زي ما قلنا ان انا دايما باكل بالطاقة. حاليا انا كنت شايل العلف من قدام الفراخ، هنزل برضو العلف قدام الفراخ اهو. زي ما انتوا شايفين يا جماعة ما شاء الله، اول ما نزلنا العلف مع المية شايفين الفراخ كلها اتحركت على العلف والمية. مفيش عندي فراخ كنة او واقفة كشة او الكلام ده، لازم دايما نلاحظ الحتة دي. دايما اقعدوا في وسط الفراخ بتاعتكم تأكدوا ان الفراخ مفيش فيه عليها اسهالات او اخراجات ملونة من ورا. شوف جسم الفراخ من ورا، من تحت فتحة المخرج كده، لو في آثار للإخراجات أو الكلام ده لازم نكون عارفين الكلام ده. شوفوا الإخراجات بتاعة الفراخ اللي موجودة على الفرشة بتاعتنا لونها عامل إزاي، لو هي نفس لون العلف يبقى أنت كده ما عندكش أي مشكلة إن شاء الله. لكن لو هي لها لون مختلف، لون بني أو أحمر أو أبيض مغير أو الكلام ده، يبقى أنت كده في عندك مشكلة. ولازم على طول تاخد الفرخ بتاعك وتروح للبيطري عشان يشوف الفرخ بتاعك عنده ايه ويدي لك العلاج بتاعك المظبوط. احنا دايما العلاجات اللي احنا بنمشي بيها دي علاجات وقائيه، احنا بنحط العلاجات على اساس ان احنا لا اما نامن معانا الفرخ ما يجيلوش مرض معين زي الكوكسيديا والكوليستريديا ومضادات السموم، او ان احنا بنبني جسم الطير عشان يرمي معانا بعد كده اوزان كويسه بدري، زي مجموعات الفيتامينات ومجموعات الاملاح المعدنيه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفراخ كلها منتشرة والفراخ كلها بتسحب في العلف وبتاكل كده. احنا ان شاء الله ما عندناش اي مشكلة. النهاردة 9 ايام 10 ايام اهو، خلصنا اخر جرعة فيتامينات، اخر جرعة علاج في ال10 ايام الاولانيين. اوزان الفراخ ما شاء الله يعني قدامنا هي تعمل لها بتاع ربع كيلو كمان وتعدي في المتوسط. ثواني كده هجيب لكم فرخة تشوفوه. شايفين الفرخة يا جماعة عامل ازاي؟ شايفين الحوصلة بتاعته بسم الله ما شاء الله ملانة قدامه اهي. فرخ شكله حلو، حجمه كويس، بطن الفرخ نظيفة، مفيش إخراجات من ورا. تمام. الحاجة التانية اللي تبين معانا إن الفرخ بتاعنا كويس جدا، رجل الفرخة يا جماعة زي ما انتوا شايفين، رجل الفرخ تخينة ما شاء الله على عمر 10 أيام. شوفوا رجل الفرخة عاملة ازاي، ده يأكد إن سلالة الفرخ أصلا اللي معاك كويس. لما تلاقي إن رجل الفرخ تخينة وراس الفرخ معاك فايرة وكبيرة يبقى الفرخ كويس جدا. حتى لو انت جايب الفراخ دي وهي صغيرة، اول ما جت كانت اوزانها ضعيفه شويه، او حتى لو بشاير، اهم حاجه ان رجل الفرخ تكون تخينه ودماغه تكون كبيره. حتى لو الفرخ جسمه رفيع الفرخ ده هيظبط معاك بعد كده ان شاء الله. فايده يا جماعه الفيتامينات اللي هي الالف د 3 اهي، ان هي بتزود معايا حيويه الفرخ بشكل كبير جدا، بتعلي معايا تحويل العلف لوزن، يعني بتخلي الفرخ العلف اللي بياكله بيحول معايا لاوزان. الحاجة التانية بتفتح شهية الفرخ. فالألف ده التلاتة اهي بيزود معايا الأوزان بشكل كبير، بيخلي الفرخ يسحب معايا علف بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت بيخلي العلف اللي الطير بياكله يتحول معايا للحم. يبقى احنا يا جماعة ما نقصرش في العلاجات اللي احنا بنحطها. دايما العلاجات اللي انا بقول لكم عليها في الفيديوهات دي علاجات وقائية، مفيش منها اي اضرار، بالعكس هي مفيده لك. حتى اللي بيربي كميه في البيت وحتى اللي بتربي كميه في البيت انها حاجه تاكلها تبقى حاجه كويسه وعاوزه طعم كويس، لازم تحطوا العلاجات اللي احنا بنتكلم فيها. جرعة الكوكسيديا كل 10 ايام، مجموعة الفيتامينات، مجموعة الكالسيوم والاملاح، الحاجات اللي احنا بنقولها دي هي اللي بتحافظ على الفرخ يبقى كويس.
وفي نفس الوقت ما دام الفرخ ماشي معاك كويس ان شاء الله هيبقى طعمه كمان في الاكل معاك كويس جدا. ففي ناس تقول لك انا ما بحطش علاجات، انا عاوز فرخ طبيعي بتاع اللي احنا بنقول عليه ده كله حاجات تحافظ على الفرخ ان هو يكون ماشي معانا طبيعي. بكده احنا نكون خلصنا علاجاتنا لحد عمر العشر ايام كاملة. بإذن الله الفيديو الجاي هنشوف العلاجات بتاعة العشر أيام الجايين، جرعة الكوكسيديا، مضادات السموم، مضادات الحيوي اللي بنحطها عشان نسلك صدر الفرخ. اللي محتاج أي حاجة يبعت لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.